الفيديو اللي فات كنت جبت سيرة المايسترو كده يعني ايه في السريع، وقلت لكم ان انا هعمل فيديو اتكلم فيه عن دوره وايه لازمته وبيعمل ايه بالظبط. فادي الفيديو جه النهارده هنتكلم عن الموضوع ده. واكيد انت لاحظت الموضوع ده، كنت قاعد بتفرج على حفله ولقيت واحد عمال يتنطط بعصايه. بيعمل ايه بقى الراجل ده اللي احنا هنفهمه النهارده. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو انت شفتني قبل كده فانت اكيد مشترك، عشان لو مش مشترك انا هزعل قوي. فما تنساش تعمل الحاجات دي. حط لي كومنت كده قول لي انت شايف المايسترو ده بيعمل ايه يعني من قبل ما تكمل الفيديو. يعني بص ما تغشش، حط لي كومنت دلوقتي قول لي من وجهة نظرك كده ايه لازمة المايسترو، ويلا بينا نشوف الموضوع بتاعنا. مين هو المايسترو؟ المايسترو هو قائد الاوركسترا، هو قائد الفرقه، قائد الجيش. المايسترو ده هو ما بيعزفش، بس هو بيخلي الناس اللي قدامه عارفه تعزف. طب بيعمل ايه بقى بالظبط؟ وهل المايسترو لازم يكون بيعرف يعزف؟ طب المايسترو ايه اللي لازم يكون عنده عشان يبقى مايسترو؟ يعني السؤال ده كان استاذ اشرف برضه سالني فيه. فالمايسترو مش بالضروره انه يكون بيعزف، ولكن طبعا بالضروره يكون فاهم مزيكا ويكون بيعرف يقرا نوته وبيعمل الحاجات دي كلها، ولكن مش بالضروره يكون بيعرف يعزف. كتير قوي ما بيعزفوش، هو معظمهم اصلا ما بيعزفش، فهو مش بالضروره يكون بيعزف، ولكن هو اللي بيخلي الفرقه اللي قدامه تعرف تعزف. طب بيخليها ازاي تعرف تعزف؟ اولا كده هو اللي بيظبط الايقاع بتاع الفرقه، بمعنى ان انت عندك لما بتيجي تتمرن كده على الكمانجه، اللي هي الحاجه اللي انت بقالك كتير ما عملتهاش، بقالك كتير انت راكن الكمانجه بتاعتك، بس ماشي كمل معايا بس ونبقى نتحاسب بعدين. لما بتيجي تتمرن وبتشغل المترونوم على الموبايل بتاعك تلاقي المترونوم بيقعد يعد 1 2 3 4، اهو ده اللي المايسترو بيعمله. تخيل انت كده لو قدامك 70 عازف ومعهمش مترونوم، كل واحد هيبدا بقى من وقت شكل، كل واحد هيبدا مع نفسه وهتبقى هيصه، الدنيا هتخرب. في ايه؟ يا ابن عمر خاريط انت خريطتنا اليوم. فالمايسترو هنا هو من وظايفه ان هو يقوم بدور المترونوم. طب بيعملها ازاي؟ ما هو اكيد مش هيقعد يطبل قدام الناس. انا تقريبا خبطت المايك، ما عليه، انا اسف على الخبطه اللي انت حسيتها في ودنك دلوقتي، بس ما اعرفش هي وصلتك ولا لا، بس انا لطشت المايك دلوقتي. هو اكيد مش هيقعد يخبط قدام الناس، هو بتلاقيه بيشاور بالعصايه او بيشاور بايده. ايه الاشارات اللي بيشاورها؟ ادي يا سيدي 1 2 3 4، اللي هي اشارات الميزان. فاللي انا عملته دلوقتي ده اشاره 4 من 4، يعني الميزان. لو انت متعرفش يعني ايه ميزان تلاقيني عملت فيديو مخصوص تلاقيه ظهر لك في الاي اللي فوق، وهتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن. الميزان هو اللي بيعرفك كل مازوره هتشيل قد ايه من العدات ونوع العده، بس ده مش موضوعنا النهارده. هو الاشارات دي اللي بيعملها بايده هي بالظبط اكنها الدقه اللي بيطلعها الموبايل. الاشارات دي هي المترونوم بتاع العازفين. فدي 1 2 3 4. طب مثال عملي، لو جينا شغلنا المترونوم وجيت اعمل الاشارات دي بايدي معاه، فهتلاقي ان كل حركه هي مع دقه من الموبايل. تعال نشوف. 1 2 3 4 1 2 3 4. لو سكت بقى المترونوم 1 2 3 4 1 2 3 4. فاللي المايسترو بيعمله ده هو بيديهم المترونوم بتاعه. طبعا السرعه بتاعت حركه ايده هي نفس فكره سرعه المترونوم. يعني انا دلوقتي كنت مشغله على 60، لو شغلته على 80 ايدي هتتحرك اسرع، شغلته على 100 ايدي هتتحرك اسرع واسرع. فدي اول وظيفه للمايسترو. تاني وظيفه وهي الاكسبريشن او التعبير الموسيقي، بمعنى ان انت بتلاقي في بعض النوتات بيبقى كاتب لك الاكسبريشنز دي تحتها. يعني بتلاقي مثلا حرف زي اف كده، بتلاقي حرف بي، الحروف دي معناها ايه؟ انت بتلاقي الاف دي معناها 40، يعني بعنف، تبقى يعني بتلعب بفترة. البي دي اللي هي بيانو، اللي هو ان انت هتلعب بهدوء خالص. هتلاقي في عندك مثلا ام اف دي اللي هي مودوريتو 40، يعني باعتدال تلعب بنمط طبيعي متوسط ولكن مايل للعنف. الاكسبريشنز دي المايسترو برضو بيبقى مسؤول عنها. يعني المايسترو هو اللي بيخلي الفرقه اللي قدامه تعمل الاكسبريشن ده او ما تعملوش، لان اوقات كتير المايسترو بيبقى من وجهه نظره ان هو عايز يحط اكسبريشن في حته معينه، فهو بيقوم بالدور ده بالظبط كده اكنه مدير فني ومعاه فرقه كوره.
هو في دماغه ان هو عايز يطلع الحته دي بشكل معين، زي ما لعيب الكوره بيبقى عايز ان هو يطلع الفرقه او الماتش اللي بيلعبوه بشكل معين، فبيوجه الفرقه اللي قدامه ان هم يعلوا في الحته دي او ان هم يهدوا شويه حسب الاكسبريشن اللي هو عايزه. حاجه كمان المايسترو بيعملها وهو انه بيوزع الادوار. يعني ايه؟ يعني النوتة بتبقى مكتوب فيها سطر للكمانجا، سطر للبيانو، سطر للتشيلو، ايا كان الالات اللي موجوده، فهو بيبتدي يوزع الادوار. فبتلاقي مثلا ان هو ممكن يطلب من مجموعه كمانجات ان هي تلعب حاجه والمجموعه الثانيه تلعب حاجه ثانيه، او يسكت مجموعه ويلعب مجموعه. توزيع الادوار ده برضو لو المايسترو مش موجود انت ممكن تلاقي الدنيا كلهم بقى لخبطوا وضربوا لخمه وبقت يعني بقى عجن، كله بقى بيعك. فبرضه دي من النقط المهمة للمايسترو. طيب نيجي للسؤال المهم، هل ممكن فرقة تمشي من غير مايسترو؟ ولا نظريا ممكن، يعني هو ممكن يتعمل، ولكن فعليا كلهم هيضربوا لخمة، الا لو اتفقوا على حاجة يبدأوا منها، وهيبقى بس هي نقطة البداية وانتهينا على كده، وممكن في النص يضربوا لخمة. ممكن، ولكن مش في كل الأحوال. هتقول لي يعني ايه مش في كل الأحوال؟ يعني هقول لك ممكن في الموسيقى الشرقية بس، الموسيقى الغربية مستحيل. ليه؟ لأن الموسيقى الشرقية المايسترو الحقيقي ده من وجهة نظري، المايسترو الحقيقي هي الطبلة، لأن الطبلة هي قادرة إن هي تديك المترنوم، هي قادرة إن هي تنظم إيقاع العازفين كلهم. لكن في الأوركسترا الغربي ما عندناش نفس فكرة الطبلة الشرقي. الطبلة الشرقي يعني تقدر تقول إن هي ممكن تظبط المترنوم عادي، الموسيقى الغرب الكلام ده مش موجود. فتقدر تشبه المايسترو كده ان هو المدير الفني، هو المدير الفني اللي اللعيبه كلهم بيلعبوا تحت الخطه بتاعته، تحت تنظيمه. لو مفيش مدير فني كل لعيب هيعيش حياته بقى، ما كل واحد هيروح يلعب في اي حته يعني الدنيا هتبوظ. طيب تعالى بقى اكلمك عن شويه خرافات كده منتشره عن المايسترو. اول خرافه ان هو واقف منظر، ولو انت لسه مقتنع بالكلام ده فيعني انا مش عارف انا كنت بحكي في ايه من اول الفيديو، بس اكيد انت بعد ما سمعت الفيديو انت عرفت ان هو مش واقف منظر، عرفت ان هو ليه لازمه. يعني خرافه، هو ايه لازمته؟ ما كلهم بيعرفوا يقروا نوته وممكن يتفقوا على بدايه مع بعض ولا اشاره ولا حاجه وخلاص. اقول لك ان النقطه دي انا صلحتها لك من شويه، ان تمام لو بداوا مع بعض بافتراض ان هي جت بالحظ وبداوا مع بعض وكلهم بيعرفوا يقروا نوته، لو واحد فيهم قلش ولا واحد فيهم قلش، دي بالمناسبة اللي هو يعني ايه، عشان انا عارف في اخواتنا من الوطن العربي بيتابعوني ممكن ما يفهموش يعني ايه قلش دي، يعني واحد فيهم خرج عن النظام كلهم هيضربوا لخمة، الدنيا كلها هتخرب. دي برضو خرافة ممكن تكون يعني سمعتها قبل كده. الخرافة الثالثة، يا عم ده شغلانته سهلة وممكن اي حد يعمل الكلام ده. هقول لك لا خالص، لان هو بيتطلب شخصية قيادية، بيتطلب ودن ممتازة، بيتطلب علم كبير في الموسيقى، وبيتطلب خبرة، بيتطلب ان هو يكون يعني مارس ده مرة واثنين وثلاثة واتدرب عليه كتير لحد ما قدر ان هو يوظف المهارات اللي اتكلمنا عليها دلوقتي دي في ان هو يطلع الفرقة بأحسن صورة ممكنة. فمش اي حد يقدر يعمل ده، مش اي عازف هقدر اجيبه واخليه مايسترو فالدنيا هتبقى تمام، لا لازم يكون في الصفات اللي قلتها لك دلوقتي. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف ولطيف كده واستمتعت بيه. متنساش تكتب كومنت بقى وتقول لي انت كنت شايف المايسترو ايه دوره. متنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. لو عندك اي سؤال، اي مشكله، اي طلب، سيبولي في الكومنتات. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.